السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة. طبعا المغرب كله كيتساءل على موقف الملك الاستثنائي من الخطاب اللي جاب التناسب مع افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. وكان هذا الخطاب كيتناول مجموعة من المشاريع، إلا من نقول مجموعة من المخططات التنموية، والتي كانت تخص على وجه الخصوص العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية بين المدن والمناطق الريفية، وكذلك التنمية الترابية المتوازنة والتنمية المستدامة ودعم الديمقراطية والمؤسسات وقضية الصحراء المغربية، وحتى تعزيز الخطاب الديني بحجة أنه كمل الخطاب ديالو بأواخر سورة الزلزلة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واللي شافوها بعض المحللين السياسيين على ان هذه الايه او هذه الاواخر ديال الايه باش ختم جلاله الملك حملات جوج ديال الابعاد غنتكلموا عليهم ان شاء الله من بعد. طبعا كل هذه المخططات التنمويه ما جاش فيهم حتى شي حاجه كتخص مطالب جيل زايد، ناهيك على ان الخطاب ما تقدمش فيه الملك بعباره الشعبيه العزيز، واللي طرحت ايضا مجموعه من التساؤلات. طبعا هذا الخطاب في الأساس مبرمج في جدول أعمال جلالة الملك، لأنه جاب بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة من قبل ينص على أن الخطاب الملكي غادي يكون في 25 أكتوبر 2025، بمعنى أنه كيتم تحضير لهذا الخطاب قبل أشهر من اليوم المقرر له، وبالتالي تبعية الحركة ما عندهاش محل للإعراب في الخطاب الملكي. وبالتالي اللوبي المغربي والجزائري والفرنسي كذلك والإسباني والإيراني واللي داعمين هذا الجينيراسيون من وراء حجرات كلهم كانوا على علم بأن الخطاب ما غاديش يتضمن الملف المطلبي نتاع الشعب المغربي، وعليه غادي يدخلوا اليساريين باش يبينوا على أن الملك ما عاطيش أولوية أو اهتمام للشعب في العناوين العريضة، بمعنى القالب مدروس من هذه مدة، والأعداء داخل وخارج الوطن واقفين على قدم وساق باش يجردوا المؤسسة الملكية من كاع الصلاحيات اللي كتمتع بهم، بمعنى باغيين يديروا في البلاد ما بغاو، وصورة الملك اللي كيعرف عليه الشعب تولي مجرد صورة نمطية لملك جالس على العرش يعني مجرد من كاع الصلاحيات الدستورية اللي كيتمتع بها. ولحسن الحظ أن الشعب متمسك بالملك وبالملكية، وكاع هاد القولابة يعني فتن بها الشعب المغربي، يعني المقالب اللي كتدور في الكواليس. ولا بقيتوا عاقلين في واحد الحلقه اول ما بدات هذه الحركه قلت لكم باللي كاين ناس من داخل وخارج الوطن هما اللي داعمين هذه المنصه، وهما اللي عندهم مطالب تعارض الدستور المغربي فقط لخلق البلبله وربما مساعي لاسقاط الملكيه في مره، ماشي الشعب. وبالتالي انقسمت هذه الحركه لثلاثه ديال الفئات: فئه خارجه فعليا تطالب بحقوق مشروعه بحال التعليم والصحه، وفئة أخرى خارجة فقط لإثارة الفتنة والسرقة واستغلال الوضع، وكاينة فئة أخرى تراقب عن كتب وهي اللي داخلة بتمويل لكبار نشطاء هذه المنصة، هي اللي مدعمة بالفلوس وكل شيء. طبعا في الخطاب الاستشرافي نتاع جلالة الملك قال بأن البلاد تتحرك أو تمشي بسرعتين: سرعة ملكية للنهوض بهذه البلاد، والسرعة حلزونية حكومية غرضها الصالح الفردي كأولوية، والشعب الهلي يقلب به. وفي نص الخطاب الملكي اللي جاء في الافتتاح نتاع الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة كيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والرسالة ربما كانت مبطنة احتمال أن جلالة الملك غادي يبدا في الضرب بقبضة من حديد على كل مفسد ومفسدة خانوا القسم وخانوا الوطن والملك، لأن المخابرات راه ما نعساش وضروري الهضره كدور وغادي توصل للاذان ديال جلاله الملك. اذا الخطاب الملكي كان واضح، وايضا تبعيه الحركه حتى هي واضحه، والقانون يعلو ولا يعلى عليه. لذلك بغيتي تخرج تطالب بحقك اخي المواطن من حقك، ولكن بدون فوضى، بدون تخريب، بدون المساس بالمقدسات او المؤسسات. لذلك حذاري ثم حذاري، الخونه راهم باغيين يعزلوا الملك دستوريا وباغيين يديروا دستور جديد ديالهم كيتعارض مع دستور 2011، وكاين غير الاختصاصات الملكيه اللي جا بها الحراك الشعبي في نفس السنه. الرساله واضحه: تحياتي للاحرار ولا عزاء للحاقدين. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.